السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نشوف النهاردة هنعمل ايه كده ويومنا ماشي ازاي. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بعمل ايه كده؟ طبعا بشيل مكان فطار الولاد، وقلت بقى هظبط الدنيا كده قبل ما ادخل المطبخ. يعني بما اني كنت يعني مشطبة المطبخ قبل ما انام، ما كانش فيه اي حاجة، فكان عندي شوية حاجات كده بسيطة. تعالوا وهنعمل طبعا غدا مع بعض، تحفة 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 وسهل وسريع كده، مش هياخد معانا تقريبا نص ساعة، مش اكتر من كده. هنا بقى بمسح الترابيزة انا، يعني طبعا انتوا عارفين ان انا مفرشتش الشقة لسه، يعني حاطة بس فيها حاجات كده نقعد عليها، حاجات بسيطة. فالكنبة دي كانت عندي، كانت موجودة في الروف اللي فوق فنزلتها، وزي ما انتوا شايفين حطاها كده مع شوية اللي هي المخدات بتاعة الركنة والحاجات دي، مش اكتر من كده. والترابيزة دي برضو حطاها يعني لو حابين الولاد مثلا ياكلوا عليها او كده، لان هنا في الشاشة الصغيرة وهما بيحبوا بقى يتفرجوا على الكرتون فيها. يعني مش عايزة اقول لكم عايشين حياتهم مع الكرتون، بخصوصا بقى ان احنا في الاجازة وكده. بس خلاص هانت بقى وهنبدأ دروس والحاجات دي بقى، انتوا عارفين، الحمد لله. نزل بقى التراب. الأوضة دي اللي هي كانت أصلا المطبخ لو فاكرين، يعني طبعا الناس كلها اتلخبطت معايا معلش، بعد كده أكيد هقول لكم، يعني هفهمكم كل حاجة. في ناس طبعا عشان مش متابعة من الأول، فمش يعني ايه اتلخبطت في الشقة دلوقتي. في ناس مفكرة ان اصلا نقلت في شقة جديدة. لا يا جماعة، هي الشقة. همسح بقى الشاشة، طفيتها طبعا الأول، وحطيت منظف كده على الفوطة وهمسحها. طيب هنا بقى زي ما قلت لكم، دي اللي اصلا كانت المطبخ الاول، فهي صغيره مش كبيره. بس انا عاملاها يعني ايه، الولاد مثلا عايزين يقعدوا للبهدله بتاعت الولاد مش اكتر، يعني هنعمل فيها ليفنج صغير كده. الشباك ده على المنور، بس عايزه اقول لكم بيجيب هوا تحفه، لان اصلا المنور عندي بحري، فبيجيب هوا جميل جدا. هلم بس مكان كوكا كانت يعني عايشه حياتها بتاكل شيبسي والبان وحاجات كتيره كده. فهنا بقى هنظبط الاوضه. بصوا سهله بقى، يعني عارفين عشان صغننه كده ومحندقه، فالتنظيف بتاعها بيكون سهل وسريع خالص. طبعا انا مش هجيب سجاد، اكيد اكيد يعني مش هجيب السجاد الا لما اجيب فرش الشقه، يعني عشان اوفق الدنيا على بعضها قال له ربنا يوفق الدنيا على بعضها، احنا هنعمل كده، هنوفق الدنيا على بعضها. هنا بصوا انا حاطه مخدات زي ما شفتوا كده، والكنبه أه خلي لهم بقى النور هادي كده. وطبعا قفلت الشباك شويه علشان بس لو حابين بقى ايه يقعدوا كده قاعده هاديه. هم طبعا هيخشوا يكملوا الكرتون بتاعهم، انا مرضتش افصله وسبته لهم، هم هيخشوا على طول. قلت لهم بس ادوني 5 دقايق انضف الاوضه وبعدين ارجعوا تاني. هروح بقى على المطبخ بتاعي انا، ده مملكتي انا. يعني بصوا تقريبا انا بقضي يومي كله، مش كله يعني عشان بس ما بقاش اوفر، يعني 3/4 يومي في المطبخ. فهنا بقى هنشيل بقى بواقي الاكل بتاع الفطار ده في التلاجة. وانا كنت حاطه كان عندي شويه مواعين كده، فشطفتهم وحطيتهم في الغساله، هنكمل عليهم. مش هشغلها دلوقتي برضو الا لما اخلص خالص علشان اكملها. بدل ما كده كده بحط مسحوق، وهي فيها حاجه، فيها ميزه برضو، او يعني طبعا في كل الغسالات ممكن اشغل رف واحد، ممكن اشغل الاتنين، اشغل اللي فوق اللي تحت على حسب بقى ما انتي عايزه. بس انا بقول كده كده احط المسحوق فاشغلها كلها، يعني املاها كلها تحت وفوق واشغلها. فهي كان فيها لسه طبعا الدور اللي تحت ما كانش اتملى. فقلت بقى على ما اخلص ان انا تحضير الغدا وكده هتكون بقى ايه، كمان كملت شوية مواعين فهحطهم واطباق وكده، فهحطهم واشغل عليها على طول. الموضوع يعني بصوا، طيب في كذا برضو سؤال جالي على الغسالة. هي لحد دلوقتي ما شاء الله تحفة، وهل هي بتريح ولا يعني عادي؟ لا بصراحة انا من وقت ما جبتها قليل جدا جدا لو وقفت على الحوض غسلت حاجة ما بتخشش الغسالة. يعني في حاجات كبيرة قوي مش بعرف اغسلها في الغسالة، فدي اللي انا بغسلها على ايدي. قليل جدا لما بقف اغسل مواعين بتريح ولا لا، طبعا بتريح كتير قوي قوي. وبالذات بقى لو عندك عزومات، عندك مثلا ناس بتدخل وتطلع عليكي كتير، فبتريحك كتير قوي قوي. فعملية وحلوة جدا ما شاء الله. لحد دلوقتي انا ما شفتش فيها اي عيوب ما شاء الله. الماركه بتاعتها انا كنت خايفه منها الاول زي ما قلت لكم، بس لحد دلوقتي لا، شغاله تمام وزي الفل. وعايزه اقول لكم بتطلع المواعين تحفه.
وما شاء الله ولا جيرت معايا بقى زي ما بسمع، والحاجات دي طبعا بتبقى من المسحوق يعني، بس هي لحد دلوقتي ما شاء الله عليها زي الفل. وبخصوص البوتاجاز عشان كان جالي عليه اسئله كتير قوي، طبعا في ناس كتيره متخوفه من البوتاجازات الازاز وكده. عايزه اقول لكم برضو لحد دلوقتي انا تقريبا داخله في شهرين اهو بستعملهم. ما شاء الله حلو جدا، وعادي لو نقطه ميه نزلت على البوتاجاز وهو شغال، لو شويه ميه يتكبوا والبوتاجاز شغال، ما بيحصلش اي حاجه، الحمد لله الحمد لله زي الفل. والنار بتاعته حلوه جدا وعملي برضو ما فيهوش اي عيوب لحد دلوقتي. بس اكيد لو في اي حاجه هقول لكم عليها. هنا بقى ظبطت الضرفه بتاعه الحاجات البلاستيك دي. كان عندي كام حاجه كده كل ما اجي اطلع الاقيهم يقعوا، فقلت لهم تعالوا بقى يعني مش هفضل على كده يعني فرحت مطلعهم ومرتباهم. وعايزه اقول لكم دي اكتر حاجه بتترتب عندي كل شويه، علشان طبعا دي اكتر حاجه بطلع منها حاجات بلاستيك، الحاجات الرفايع، الحاجات من دي. بصوا هنا انا جيت اكنس الارض. مش بحب قوي يعني حكايه ان انا اكنس المطبخ بتاع السجادة بتاعة المطبخ بالمكنسة كده عادي، لا بحب كل شوية اشيلها انفضها، عشان لو عليها يعني عارفين فتافيت اكل حاجات اللي بتقع مننا الصغننة دي، فلو انا كنستها ممكن ما تطلعش قوي يعني. هي بالمكنسة بالكهرباء بصراحة بتظبط الدنيا. بس انا كنت عايزة امسح برضو، كان في شوية حاجات كده واقعة في الارض. بصوا لما بيكون عندي بطيخ عايزه اقول لكم الشقه كلها بتبقى مليانه بذر بطيخ، مع اني والله بيبقى يعني بيبقوا محافظين وكل حاجه، بس ما اعرفش هو بيطير منين. فعلشان كده كان المطبخ متبهدل، قلت خلاص هكنسه وامسحه كده. ونفضت السجاده طبعا نضيفه ما فيهاش اي حاجه. هنا حطيت، انا حاطه منظف على فكره، منظف ارضيات في المساحة يعني في الجردل بتاع المسح. بس هنا بقى بحب ازود شوية كده على الارض. عايزة اقول لكم بقى مع ريحة الهوا كده كل ما يخش تلاقي ريحة الارضية عندك تحفة، وبالذات اللي هو بالليمون ده بيبقى ريحته روعة. فانا كنت حاطه شويه في الجردل اللي انا بمسح بيه يعني، وكمان حطيت شويه غطا كده او نص غطا يعني على الارضيه زي ما انتم شايفين كده المع بيها. انا بستخدم اللي هو الجنرال او النوع التاني ده انا نسيت اسمه هبقى اقول لكم عليه، اللي هو بالليمون ده، بس ريحته فظيعه كنت جايباه من فتح الله. هنا بقى طبعا مسحت الارضيه وسبتها نشفت شويه او اتهوت شويه. نجيب بقى السجاده بتاعتنا ونفردها. بس كده المطبخ بقى زي الفل، بما انه هو اصلا ما كانش فيه يعني كركبه كتير. طول ما انا يعني ببقى واقفه في المطبخ بحاول ان انا احافظ كده. هنا بمسح حوالين الصفايه دي علشان ما كنتش يعني تحسوها واطيه شويه عن السيراميك، فالمساحه ما بتجيبهاش كويس. فهنا لمعتها برضو. بصوا بقى فوط المطبخ دي، علشان بس محدش يقول لي انتي مسحتي بفوطه المطبخ. فوط المطبخ دي يا جماعه كل شويه بحط عليها كلور وبريل وبغسلها اول باول. ولو حسيت ان هما مش نضاف قوي بحطهم في الغساله، يعني بلمهم كلهم واحطهم في الغساله. عايزه اقول لكم بتتغسل كام مره في اليوم واحطهم على البلكونه، فبخليهم دايما زي الفل. وطبعا دي حاجه مفروغ منها يعني. هنا بقى بدات ان انا اعمل الغدا، وده كان بعديها بشويه. عايزه اقول لكم ان نضفت المطبخ وقعدت شويه، وبعد كده قلت بقى اقوم احضر لهم الغدا زي ما قلت لكم. اصلا كنت قاعده بقى وعارفه ان انا هعمل حاجه سهله كده، الموضوع ما كانش متعب قوي. هنا جبت فلفل الوان، هقطع بقى قرن فلفل اصفر وواحده احمر وواحده اخضر. تمام، انا ما عنديش اللي هو الفلفل الالوان ده اخضر، فانا هستخدم الفلفل العادي اللي هو الصغير ده او الرفيع يعني. قطعها شرايح رفيعه كده على قد ما نقدر. انا مش هستخدم اي خضار في الاكله بتاعتنا النهارده غير الفلفل. فحابه بقى ان انتي تزودي اي حاجه تانية اوكي مفيش مشكله، ممكن نزود بصل، ممكن نزود مشروم، ممكن بقى لو انتي حابه تحطي اي حاجه تانية تمام مفيش مشكله. بس ممكن نحط عليها مشروم برضو بيبقى حلو جدا. هقطع بقى كمان، انا ما خدتش الاحمر كله يعني، تقريبا اخدت قطعتين كده من الاحمر. وقطعت قرن اخضر حامي كده زي ما انتوا شايفين. كل ده وانا حاطه الميه على النار علشان هسلق فيها المكرونه. هنا بقى هنعمل الحشوه بتاعه المكرونه او الحاجه اللي احنا هنحطها على المكرونه. فهنا معاكي اختيارات كتير، طبعا احنا هنعملها وايت صوص فممكن تعملي بالسجق. انا هعملها بالبسطرمه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي.
حلوة جدا وخفيفة قوي قوي قوي. ممكن نعملها زي النجريسكو كده بالظبط بالفراخ، فالحشوة اللي تريحك او المتوفرة عندك تمام. هنا طبعا انا شلت التوم اللي كان على البسطرمه، كنت جايباها بالثوم مش متقشره يعني مش مخليه. فشلت التوم اللي عليها، وبعد كده بدات ان انا اديها بس تشويحه كده في معلقه سمنه. ويا ريت ما ننشفهاش، يعني انا بصوا تقلبتين اتنين تلاتة كده على النار، مش هنشفها علشان البسطرمه لما بتنشف مش بيبقى ليها اي طعم، بتبقى خالص مش حلوه يعني. فهنا حطيت الفلفل، وزي ما قلت لك حابه تضيفي مشروم تمام اوكي مفيش مشكله. بصوا هديها يعني 3 دقايق كده على النار. انا حطيت هنا فلفل اسود، طبعا مش هضيف اي توابل، حابه تضيفي مفيش مشكله لو انتي بقى حابه تضيفي اي توابل بتحبيها، بس هي بصراحه مش مستاهله اي توابل. حطيت بصوا اقل من ربع معلقه ملح، لان البسطرمه احنا عارفين انها بتبقى مالحه، بس هنا حطيت يعني ريحه ملح صغننه قوي ورشه ملح صغيره قوي علشان الفلفل اللي احنا حطيناه. بس بصوا تقلبتين وبقول لكم كده خلاص انا هشيلها من على النار. وهنا عندي المية خلاص غلت علشان اسلق فيها المكرونة. حطيت بس عليها شوية من الملح. شفتوا حاجة اسهل من كده؟ لو انتي بقى محتارة ومش عارفة تعملي ايه، وعايزة اقول لكم طعمها حلو قوي، يعني مش هتحسي ان انتي بتاكلي المكرونة بالبشاميل التقليدية بتاعتنا، طعمها لا مختلف وطعمها حلو جدا. وحاجة ممكن تحسيها تغيير عن اللي احنا بنعمله كل يوم. فهنا هجيب طاسة او حلة اي حاجة بقى عندك، هحطها على النار وهنزل فيها معلقة سمنة كبيرة. هنا عندي المكرونه شغاله بتتسلق، وهنزل هنا معلقتين دقيق. بصوا انا ما كنتش نخله الدقيق بصراحه، لما كنت جايباه ده كان فاضل عندي من عجين كنت بعجنه، وحطيته زي ما هو كده فما اتنخلش يعني. هننخله كده بمصفى واحنا شغالين. هنقلبه عادي جدا جدا. بص انا مكترتش الدقيق، يعني يا دوبك معلقتين بس على قطعة السمنة او حتة السمنة اللي انتوا شفتوها دي. مش عايزاه يكون البشاميل كل ما هيبقى تقيل معاكي كل ما هيديكي طعم حلو للمكرونة ايا كانت بقى نوعها بتعمليها ازاي. بس الاحسن والافضل ما نكترش الدقيق او ما نخليش كمية البشاميل بتاعتي تكون تقيلة قوي. اول ما تحسي ان هو بدأ يفتح معاكي كده وريحة الدقيق بتاعك بدأت تتحمر، هنزل بقى باللبن اللي عندي. انا زودت هنا لان كان اللبن عندي خلص، فزودت تقريبا كوباية مية، بس هنعزز الطعم برضو وهقول لكم ازاي. ودي اضافات يعني ممكن تشيليها ممكن تحطيها، دي حاجة ترجع لك على حسب المتوفر عندك يعني. هحط بقى فلفل اسود. طبعا كل شويه بقلب المكرونه اللي بتتسلق دي، وهحط طبعا الملح بتاعنا. ممكن تحطي رشه جوز الطيب لو حابه، ممكن تحطي مكعب مرقه برضو لو حابه، بس انا بصراحه مش بحب اضيف عليها مكعب المرقه، بحس بيغير طعمها او بيغير طعم البشاميل. حطيت بقى هنا كريمه، يعني نقول مثلا ربع كوبايه كده من الكريمه اللباني، وحطيت كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. تمام كده، وهقلب لان هي كانت خلاص دخلت في الغليان، فهقلب بس هديهم تقليبه، وبعد كده خلاص هطفي على البشاميل. ممكن بقى هنا نحط جبنه كيري، ممكن بقى تضيفي اي اضافات، ممكن تحطي جبنه رومي، اي اضافات عندك بتحبي تضيفيها تعزز الطعم اوكي مفيش مشكله. ما عندكيش استكفي بان انتي تعمليها بشويه اللبن والدقيق وخلاص على كده، وبيطلع طعمه زي الفل برضو. وطبعا التوابل بتاعتك هنا انا هطلع المكرونه على طول. انا مش بغسل المكرونه ايا كان بقى، لو بعملها حتى بشاميل عادي اللي هي باللحمه بالفراخ اي حاجه مش بشطفها. تمام، هطلعها كده على الصوص على طول، بس هصفيها طبعا من الميه كويس جدا علشان ما تخفليش الصوص اكتر من كده. انا عاملاه خفيف مش عاملاه تقيل، علشان لسه هحطه في الفرن شويه فيبقى معايا مظبوط. بصوا بقى انا فضيت هنا الحشوة وهقلب كله في بعضه، مش هعمله طبقات. يعني لو انتي حابة تعملي طبقات زي اللحمة المفرومة كده مفيش مشكلة، بس انا لا، انا هقلب كل الموضوع على بعضه كده وهندخلها على الفرن على طول. نعمل خلطبيطة بالصلصة زي ما بيقولوا.
طول عمري كنت مفكرة خلطبيطة بالصلصة دي انها في الكرتون بس، او في الفيلم بتاع الكرتون بس لما يعني بعديها بشوية كده عرفت ان هي فعلا اكلة، بس انا بصراحة عمري ما عملتها. بس هحاول اعمل خلطبيطة بالصلصة بعد كده واقول لكم رأيي فيها. حط لايك بقى علشان اجمل صينية مكرونة ممكن تعمليها، خفيفة جدا وطعمها في منتهى الروعة. بصوا بقى، انا حطيت على الوش بما اني برضو مش هسيبها في الفرن وقت طويل. يعني هدخلها الفرن تقريبا ربع ساعة، وبعد كده هنحمر الوش بتاعها، فحطيت عليها الجبنة من الاول. كل حاجة مستوية فمش مستاهلة تقعد معانا كتير، وبعدين انا مش عايزة انشفها، عايزاها تكون جوسي كده وطرية، والدنيا تبقى زي الفل. انا ظبطتها على ربع ساعة، وبعد كده طلعتها تحت الشواية 5 دقايق بالظبط وطلعتها من الفرن. شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. ويعني بصوا سهلة، يعني احلى حاجة في الموضوع سهولتها. طبعا مش سهولتها بس، وطعمها كمان. هنا بقى هبدأ ان انا اغرف، طبعا لسه سخنة قوي قوي. اول حتة بتطلع معايا ايه، مش متظبطة كده. عايزه اقول لكم غرقانه كده في الصوص والجبنه، لا حاجه الموضوع ما يتسكتش عليه. هنا بقى هبدأ، بصوا هيطلع يعني هتطلع كده حته واحده. عايزاها بقى تطلعيها قطع بقى مظبوطه، بصوا بالمسطره هتسيبيها لحد ما تبرد خالص. بس انا ما بفضلش كده بصراحه، ما بحبش خالص اي نوع مكرونه عندي وايت صوص لازم اكلها وهي سخنه مولعه، هي دي بالنسبه لي احسن حاجه. حابه بقى تسيبيها اما تبرد، دي حاجه ترجع لك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لا شكلها كده ايه، يشهي. حتى لو ملكيش نفس تاكلي لا هتاكلي هتاكلي وهتاكلي بنفس كمان. بس هي لسه ما بردتش، وما شاء الله طالعه برضو قطع مش سايحه قوي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه